السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد، فيديو جديد على قناة شيوسع ديال المدن، قناة للوصفات المتنوعة واللي كتحضر بطرق اللي جد مبسطة، مكونات متناولة للجميع، واللي دائما كتسعى نعطيكم الجديد ديال بعض من الوصفات ديال الحلويات. اليوم ان شاء الله في اطار حلويات العيد كنقترح لكم هذا الصبلي بواحد التزيين اللي كيجي رائع، بواحد البنه ديال القهوه اللي درناه في الحشوه. عطات واحد البنه اللي خطيره لهذا الصبلي. باش تحضروه ان شاء الله تابعوني وخليكم معايا، راه من اسهل وابسط ما يمكن انكم توجدوا وتنوعوا بها المائده ديال العيد ديالكم ان شاء الله، على امل دائما نحظى بالمزيد من التفاعل ديالكم والتشجيعات ديالكم. خليكم معايا وتابعوني بزاف من التفاصيل اللي ان شاء الله غادي تلقاوها في هذا الفيديو. كنتمنى يحظى بالمزيد من التشجيعات ديالكم والتفاعل ديالكم، وعلى بركه الله. هنا العجينه ديال 500 غرام ديال الزبده اللي حضرتها. راني سبق لي شاركت معكم فيديو شامل ديال العجينه ديال الصبلي في بدايه ديال هاد سلسله حلويات العيد. غادي ترجعوا الفيديو اللي مازال ما شافش الفيديو، راه غادي يرجع للطريقه اللي كنعتادها دائما في تحضير العجينات ديال الصبلي. هنايا العجينه ديالتنا كيحضرناها وخليتها في الثلاجه حتى ارتاح لينا تقريبا على الاقل واحد نص ساعه. من بعد كناخذوها كنقسموها، كنسرحوها واحد شويه، عاد كندوزو باش كنديروا هاد الفيغميسيل يكون بارد من المجمد. هكا كنديروا فوق او كنددروا فوق من العجينه ديالتنا، وكنحاولوا اننا نبسطو باش كندخلوه في العجينه. هاد الطريقه كنفضلها على انني نخلط الفيغميسيل في الاول مع العجينه، ما كيبقاش يعني باين. هاد الطريقه سهله ومبسطه جدا، واحسن من كما قلت لكم انكم تخلطوه في العجينه في الاول. غادي نسرحوا العجينه ديالتنا هكا مزيان، نحاولوا اننا نرقوا هاد العجينه ديالتنا، لاننا هاد الصابلي غادي نلصقوا كل جوج قطع ديال الصابلي، فكنعطيه واحد السمك اللي يكون رقيق. وهنايا كي رققت العجينه هكا مزيان كندوز باش كنقطعوها هكا دوائر. بالنسبه للطابع يعني راه كيبقى على حسب اختياركم، يا مربع يا دائري يا مثلث، يعني على حسب اختياركم. اي طابع ممكن انكم تشكلوا بها الصبلي على حسب الذوق ديالكم. فكنشكلوا او كنقطعوا هكا الصبلي ديالنا بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. وبطريقه اللي كنعتادها دائما كنقلب البلاستيكه وكنقلب هكا الصبلي باش كيجيني الجهه اللي كتعطي وجه يعني الاسفل، باش كنطلع الصبلي بكل سهوله بهذه الطريقه. كما شفتوا معايا السمك ديالو راه كيجي رقيق. كنوضعوا في صفيحه ديال الفران اللي كتكون هكا مفروشه بسيليباط او على حسب اختياركم. كنوضعوا فيها الصبلي ديالنا وغادي نستمر حتى غادي نشكل هاد العجينه، او كنشكل هاد الشكيل بهذا الشكل يعني دوائر. نتوما بغيتو تحضروا العجينه ديال 250 غادي تحضروها، بغيتو عجينه ديال 500 غرام على حسب اختياركم ممكن تحضروا غير يعني عجينه ديال 250 غرام وتشكلوها اشكال متنوعه ومختلفه من اشكال اللي شاركتها معكم. فهنايا دائما بالنسبه للزوائد او الشريطه ديال العجينه اللي كتشيط لنا، نحاول اننا نجمعوها بهذه الطريقه، ما نحاولوش اننا نجمعوها عشوائيا. هذه الطريقه كتخلي الصابلي يبقى محافظ على الشكل ديالو حتى ولو كتعودوا يعني في العجينه. فغادي نجمع العجينه كما قلت لكم بهذه الطريقه شي فوق شي، وكنجمعها حتى يعني حتى كنكمل الكميه اللي عندي ديال هذا الصابلي. والصبلي ديالنا راه كندخلوه للفران، يعني دائما ملي كنبغيو اننا نوضعوه هكا في صفيحه كنشكلو او كنسخنوا عفوا الفران. ضروري يكون الفران سخون. كي كنبغيو ندخلو الصبلي ديالنا كنقصوا العافيه وكنخليوها مهيله من الفوق ومن الاسفل يتذهب اللون ديالو، وكتخرجوها. ما تخليوش حتى كيتحمر بزاف او حتى كيتخطف. دائما انا الطريقه اللي كنعتاد انني كنحمر بها الصبلي، وهي انني كي كيجيني الصبلي تذهب اللون ديالو كنطفي الفران نهائيا وكنخليه غير من ديك درجه الحراره اللي كتبقى في الفران هي اللي فاش كياخذ ليا هذا اللون. هنايا بالنسبه للصبلي ديالنا كيكمل الكميه اللي عندي كما شفتوا معايا، راه تقريبا عجينه ديال 250. عجينه اللي حطيتها ديال 500 غرام ديال الزبده قسمتها على جوج، نصف حطيت منه هذا الشكل ونصف اللي ان شاء الله غادي نشارك معكم في فيديو اخر ان شاء الله. فهنايا بالنسبه لهاد التلصيقه اللي غادي نسقوا بها هاد الصبلي ديالنا كل جوج قطع عباره عن شوكولاته اسود
اللي كنذوبوه كنضيفوا ليه واحد ملعقه كبيره ديال النباج، واحد كذلك ملعقه صغيره ديال الكليكوز والنكهه ديال القهوه. كنخلطوهم يعني كي كتذوب الشكلاط كتضيفوا هاد النباج والكليكوز، راه غيبان لكم بحال الا خسر لكم، ولكن غير زيد استمروا خلطوا مزيان حتى تمزج المكونات مزيان وتحصلوا على واحد الصلصه اللي كتجي رائعه ولامعه كما كتشوفوا معايا. راه كتجي بحال الكراميل وكتجي بواحد البنه ديال القهوه خطيره. ان شاء الله تجربوها، واللي ان شاء الله غادي تعتمدوها هكا في انواع ديال الصابلي اللي كيكونوا هكا بالكاكاو ولا بالشوكولاط. كنوضع هكا واحد مقدار واحد شويه من الصلصه ديالتنا هكا في الوسط ديال الصابلي، وكناخذوا قطع اخرى كنلصقوهم بهذه الطريقه. بالنسبه لأنا هاد الطريقه جاتني شويه يعني غتاخذ شويه ديال الوقت. درت هاد الصلصه ديال الشوكولاط غادي نديرها في شي بلاستيكه كما غادي تشوفوا معايا الطريقه، وكتبقى الطريقه اللي كتناسب لكم كديروها نتوما على حسب اختياركم. غادي نواصل هكا حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله ديال هذا الصابلي. كما شفتوا معايا هنايا كي وضعت الصابلي راني درت هذه الصلصه في هذه البلاستيكه. لقيت الطريقه اللي سهله جدا انكم تخدموا بها. كديروا غير شويه بشويه لان السلطه راه كتبرد بسرعه، وملي كتبرد راه كتعاودوا تدفيوها وكتستعملوها. غادي نواصل هكا كي كندير واحد شويه هكا من الصلصه فوق من الصابلي وكنوضعوا فوق منهم هكا قطع ديال الصابلي الاخرى، وغادي نوصل حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي. وان شاء الله غادي نتلاقاو في تتمه تزيين التحضير ديال هذا الصابلي كتزيين ديالو المراحل. خوات واخا كتبان لكم هكا مراحل، ولكن مراحل اللي كتجي ساهله انكم تخدموا بها هذا الصابلي، خصوصا هكا الا درتو سطح العمل كتخصصوا انكم تزينوا به وكتوضعوا فيه الصابلي ديالكم حتى كتكملوا هكا عاد كدوزوا المرحله المواليه. بنفس الطريقه غادي نواصل حتى غادي نكمل ان شاء الله. اخواتي كنتمنى ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم، كنتمنى تكثروا من اللايكات وكثروا من البارطاجي وكذلك تعليقاتكم المحفزه اللي كنشكركم جزيل الشكر على كل كلمه طيبه كتخليوها لي في التعليقات في ميزان حسناتكم اخواتي. وان شاء الله ربي يحقق كل ما في خاطركم ان شاء الله. تعاونكم والتشجيعات ديالكم كيحفزوني على الاستمراريه، فجزاكم الله خيرا. ما تبخلوش هنا من التفاعل ديالكم والتشجيعات ديالكم. هنايا كي لصقت جوج قطع ديال الصابلي وكملت الكميه اللي عندي كما كتشوفوا معايا. كندوز عاود ندير واحد شويه من نفس الصلصه هكا غير واحد شويه فوق من الصابلي ديالنا باش كنثبتوا القطع ديال الشوكولاط اللي حضرناهم كذلك في السيليكون اللي كيكون هكا دائري كما غادي نوريكم. بالنسبه لأنا هاد الشوكولاط دائما اللي كنحتاجوه هكا في التزيين كنحضرهم مسبقا ضمن تحضيرات حلويات العيد. دائما كنعطي الوقت باش انني كنسبق هاد المسائل اللي ممكن انها تحضر من قبل، باش ملي كتكون عندي شي طلبيه وملي كنبغي نحضر هكا حلويات العيد كنلقى الوقت باش يعني كنلقى المسائل ديالي موجوده وما كيكونش عليا واحد الضغط. هنايا كما تبعتوا معايا درت هكا واحد شويه. غادي نكمل غير الكميه باش نشارك معكم. هكا كنوضع هاد القطع ديال الشوكولاط كي حضرناهم. غادي نوريكم القالب ديال السيليكون فاش حضرتهم وكنثبتوهم هكا فوق من الصابلي ديالنا. بغيتو تخليوه بهذا التزيين ممكن كيما ممكن انكم زيدوا تبقاو معايا باش تشوفوا معايا الطريقه النهائيه باش زينت هاد الصابلي. طريقه اللي سهله واللي جد مبسطه جدا واللي ما غتاخذش لكم الوقت في التحضير او في التزيين ديالو. انا هكا كنحاول انني نوضع هاد القطع ديال الشوكولاط كنحاول انني نضغط عليهم كنثبتوهم هكا واحد شويه، وغادي نواصل حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي ديال هاد الصابلي كامل يعني مرحله بمرحله. وان شاء الله كما قلت لكم غادي نتلاقاو في تتمه التزيين ديال هذا الصابلي اللي كيجي واحد الصابلي اللي راقي، والاهم بهاد البنه ديال القهوه اللي درناها في صلصه ديال الشوكولاط.
هنايا كما شفتوا معايا هذا السيليكون هو اللي فاش حضرت هاد اشكال ديال الشوكولات، راني مازال حضرت منه واحد شويه كان خاصني مازال. وهنايا غادي ندوزو لهاد التزيين. عندي هنايا الملمع الذهبي كنضيفوا عليه واحد شويه ديال الزيت، وكناخذوا شي يعني قطن ولا شي بونجه هكا، غير واحد القطعه. ممكن ديروا الشيته، ممكن ديروا غير هكا كما درت انايا. ساهله الطريقه، التزيين ديالو كيعطي واحد المنظر اللي راقي لهاد الصابلي. والتزيين راه دائما كيبقى على حسب اختياركم وحسب الرغبه وحسب اللي متوفر. ممكن ديروا حتى ديك الوراق ديال الورق الذهبي، كيبقى تزيين على حسب اختياركم. طريقه اللي جد سهله ومبسطه انكم تزينوا بها، احسن من انكم ديروا ورقه ديال يدكم شويه. هاد الطريقه ديال الملمع من اسهل ما يكون. هنايا كي كملت الكميه اللي عندي كما شفتوا معايا، راه كيجي واحد الصبلي اللي كيجي رائع. كنخلي هكا واحد شويه حتى كتنشف ليا ديك اللمعه هكا فوق من الصبلي، عاد كندوز كنجمعو. ان شاء الله ينال اعجابكم. كما كتشوفوا معايا المنظر ديالو الاهم بواحد البنه اللي خطيره جدا. ان شاء الله راه غادي تجربوه وغادي تعرفوا علاش كنتكلم. والطريقه راه كما تبعتوا معايا من اسهل ما يكون، مراحل ولكن بدون تعقيدات، من اسهل ما يكون ومن ابسط ما ممكن انك توجدي وتنوعي به كمائده ديال العيد ديالك ان شاء الله، وغادي تبهري الضياف ديالك. والطريقه اللي سهله جدا. هنايا كي جمعت الصابلي كما شفتوا معايا، راه غادي نوضعوه هكا جانبا. دائما طريقه الحفظ باش كيبقى لمده طويله مقرمش كنديروا هكا في شي بواطه، ولا كنقلبوا يعني ندوروا ليه السلوفان هكا مزيان باش ما توصلوش الرطوبه. فكان هذا هو الشكل النهائي ديال هذا الصابلي اللي كما شفتوا معايا. راه هاد العجينه ديال 250 غرام ديال الزبده كيخرج لنا ما يقارب 3 كيلو ديال هاد الصابلي. بهذا التزيين الثمن ديال البيع ديال هاد الصابلي كنخرجوا ب 90 درهم للكيلو. فاتمنى لي دائما كنشارك معكم اتمنى لي باش انا خدامه وانتم على حسب المنطقه ديالكم. كنتمنى فيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وان شاء الله موعد قريب في وصفه جديده ديال من وصفاتي وضمن حلويات العيد اللي ان شاء الله غادي نعطيكم او غادي نشارك معكم مزيد من انواع ديال الحلويات اللي كيكون عليهم الاقبال ان شاء الله. غير ما تنسونيش من التشجيع ديالكم، وشكرا.